السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة ميمون بن إبراهيم للتعلم والمعرفة. الفيديو ديالنا اليوم غادي نتكلموا على الفورما، كيفاش كتخدم الفورما. شنو هو أحسن رملة كتكون في الفورما ديال السطح. وكما كتعرفوا الفورما ديال السطح هي الصعيبة كاع في الخدمة، خصها تكون مخدومة ومتقونة مزيان. شحال القياس ديال السيمة، شنو الرملة اللي غادي نخدموا بها في السطح، كيفاش نخدموا هاد الجناب ديال السيفون أو القرقرة ديال السطح. كلشي هادشي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو ديالنا. كذلك الميزان، شحال غادي نديرو ديال المياه. كما كتعرفوا السطح خاص القطره ديال الشتا اللي طاحت خاصها تمشي تحيد، ما تبقاش مجموعه. كنخدموا بهذا ميزان الكاوتشو اولا الليزر. هذا ميزان الكاوتشو كنعمروه بالماء وكيبدا يميل بحال هكذايا. كيدير 4 دراهم حتى ل 7 دراهم المترو. كنطراسي واحد العلامه بحال هكذا، وضروري كيكون معايا واحد باش كيشد ليه هو في ديك العلامه، وبها كنسير الميزان ديال السطح كامل. صافي كيبدا يطلع لعندها ديك العلامه اللي تراسيت تمايا، اما كيطلع لعندها اولا يهبط حتى كيتقاد ديك القطره ديال الماء تقاد مع نيشان. الطريقه باش كنعمرو، ما كنخشي ليهش راسو في الروبيني ويطلق الماء، بل كنعمر واحد السطل ديال الماء وكنهزو الفوق شويه، ونخشي واحد الراس ديال التيو في جهه والجهه الاخرى كنمصها وكيهبط الماء باش كيهبط عامر كامل، ما يكونش فيه دوك الفقاعات. الا كانوا دوك الفقاعات كيعطيو الخطا كبير في الميزان، كيعطوك ديما واحد السنتيم اولا سنتيم ونص ولا حتى 2 سنتيم ديال الخطأ، فبالتالي كيكون واحد الخطأ كبير في الفورمة. فكتشوفوا هنايا راه تقريبا 9 المترو، هي غادي نجرها كاملة، وديك الساعة كنقسمها بخيط كنطراسيها بالكورديكس الوسط، وكناخد العبارات ديالي في الوسط. هو راه كتشوفوا الماء راه كيطلع، هو كيريقل من ليه، والماء كيطلع عندي هنا. فاش كيرسل الماء وكيقول لي هو طراسيها كنطراسيها. هنا كاينه القرقرة، انا خديت 74 سنتيمتر وهنا درت 70 سنتيمتر، فدرت 5 متر ونص 4 ديال السنتيمتر باش طلعت. هنا 68، هاي بالكون هذا خارج، طلعت ب2 سنتيم ونص ولا 3 تقريبا. هنا راه كاينه تقريبا 8 متر، انا طلعت تقريبا ب9 سنتيم. لأن السطح كما قلت لكم كل ما عطيتي الميال ما تشطرش عليه، غير يعطي الميال مزيان باش ما يتجمعش الماء. راه كيعطي واحد المشاكل كبيره، اما كيتجمع داك الخز خضر واما كيتجمع داك الكالكير. ديما كتلقى واحد البقع في السطح، فراه ما ديما كيبقى داك لاموزيكا ولا داك الزليج موسخ. هنا كاينه تقريبا 6 متر. كتشوفوا ملي كيكون الطول بزاف، انا عطاتني دابا هنا 16 سنتيمتر ديال الشارج. ما غاديش نشارجيها كامله، غادي نقسمها على 2، وغادي نشارجي الا كان شي زبل، داك الزبل ديال التشطيبه ولا هذا كان في السطح كنشارجي به، راه هو حاطو لهيه. غادي نفرشو وغادي نضرب عليه الفورمه. الفورمه ديال السطح ولا ديال الدار احسن حاجه فيها تكون فيها 8 ديال السنتيمتر. كل ما زدتيها تكون غليظه كتكون احسن، ولكن الا كانت رقيقه كتشق من بعد. ما كنصحش ديروا الفورمه رقيقه بالخصوص ديال السطح. كنفرش داكشي اللي عندي. هذه رمله موسخه هي كنفرشها هنا، وكندكها واحد شويه وكنرشها بالماء مزيان، وكنعاود نضربها بالبالا مزيان باش تدك، باش تكون سمكه مزيان، ما تعطيش الصوت وما تعطيش ملي تكون كتضرب فوق داك
لا موسيقى والزليج ما تسمعش داك الدردي، ما يعطيش الصوت كبير. فالناس بكري كانوا يديروا ديك الرمله ديال البياضه، وديك البياضه كما كتعرفوا زوينه، كتكالي الصهد، كتكالي السخونيه، وكتكالي البرد. فإلا دخلتي دوك الديور قدامين شويه كيكونوا هما كيفرشوا، كاين اللي كيفرش حتى ل 30 سنتيمتر ديال ديك الرمل البياضه. فملي كتدخل الدار، الا دخلتي في الصيف كتلقاها بارده، وإلا دخلتي فوق الشتا كتلقاها سخونه دافيه. هنا سالت لنا ديك التشطيبه. حنا كنطلعوا الكياس كيكون رخيص شويه، غنفرشو، غادي نضاميه واحد شويه ونغسلو بالماء مزيان. الفورمه حنا قلبنا الرمله، الميزان ديالها كنديرو 3 البراوط في الخنشه. الا زدتي كاع دير 4 ما تفوتهاش. الا فتي 4 البراوط في الخنشه راك غير كتخربق. كنهضر على السطح. لداخل راه دير حتى 6 البراوط في الخنشه ماشي مشكل، ولكن السطح لا. احسن حاجه دير 3.5 ديال البراوط في الخنشه. الا قديتي دير 3 على حساب مالين الدار وعلى حساب القدره ديالها. اما الا فتي 4 البراوط في الخنشه في السطح راك غير كتخربق. صافي كنفرش المرصات ديالي، وكنبدا نجرب بالتير على حساب الرجله اللي عندي 2 متر اولا 2.5. داكشي اللي فيها كنمشي على حسابها. ملي كيكون عندي الطول في الحيط كنجيب ديك الكورديكس باش كنطراسيو، وكنضرب واحد الخط، وديك الساعه كناخد ديك المرصه الوسطانيه كناخدها بالخيط. انا دابا قسمت هذه على 2، هانتوما كتشوفوا غادي نقسمها على 2 وغادي نجرها بالرجله من الوسط من لهيه. وهذه هي الخدمه اللي غتمشي بها السطح كامل. هو ضروري تضاميها بالبلا باش تكون فورمه عامره مزيان وشاده راسها مزيان. الفورمه كل ما عطيتيها الماء ما تكونش جاريه بزاف باش ما تغلبكش في الرجله، وما تكونش ناشفه باش ما تجيش شاحته بزاف، راه بحال الا ما فيهاش سيمه. الا كانت ناشفه راه ما صالحه لوالو. ملي كندوز الرجله كنضرب عليها الطالوش باش تكون شاده راسها مزيان. وهذه هي الطريقه اللي غنمشي بها في السطح كامل. بالنسبه للرمله باش نخدموا السطح اولا الفورمه ديال الداخل ولا اي فورمه، الرمله خصها تكون حرشه باش كتعاونك في الشارج. الا كانت رطبه راه كتاكل بزاف. فبحال مثلا الا كانت الرمله حرشه غادي دير الطبقه غتدي 4 متر، راه الا كانت الرمله رطبه راه غتدي لك واحد 6 متر بعدا. بالتالي كتكون التكلفه في الرمله حتى في السيمه. ومن الاحسن تكون حرشه. الا كانت الرمله رطبه زيدها واحده، شري داك الكياس ديال الزيرو وزيدو خلطو معاها باش تعاونك في الشارج. وحتى في الرجله كتجر مزيان، وحتى في اللصيق داكشي اي حاجه لصقتيها فوق منها كيلصق مزيان، سواء لا موزيك او لا الزليج. فاش كتخوي داك لا موزيك على رمله حرشه كيدخل كيلقى دوك التقابي كيدخل فيهم مزيان وكيلصق مزيان. الا كانت رطبه راه كتفين، راكم عارفينها كتكون بحال المرطوب، بالتالي ما غاديش تلصق مزيان. وبالنسبه للسطوحه من الاحسن الا قدرتوا ديروا لا موزيك، من الاحسن هو اللي كيصبر للسطوحه، هو اللي كيصبر التكرفيس وكيصبر كل شيء. هو كيكون احسن من الزليج الا غادي ديرو في السطح، الا غتخدموا بالسيمه كحله اولا السيمه بيضاء الصيك ما تزيدليش الكولا بالمره. انا راه كنتعجب شي ناس اللي كيديروا الكولا ديال الزليج. كنقصد الكولا ديال الزليج واخا تكون نوع اسباني ولا ايطالي ولا كيما بغا يكون، راه ما خداماش برا. راه اللي كيدير سيما اللي كيدير
الكولا عفوا الكولا ديال الزليج اما في السطح واما في الفرصادات، راه اما ماشي معلم واما غشاش، وحده في الجوج. راه اما ما عارفش اش كاين واما غشاش، لان هي كتسربي في الميترويات، كتجر الميترويات. على داكشي كيديروا الكولا ديال الزليج. فاللي كيديرها في السطح راه اما ماشي معلم واما غشاش، وحده في الجوج. وكنعتذر، ولكن راه ما خداماش بالمره. هذاك الزليج اللي غادي يتلصق في الزليج اللي غتلصق في السطح بالكولا راه غيدوز واحد العام وغادي يبدا يتقلع. فمن الاحسن خدم الا درتي الزليج خدمو بالسيمه كحله صيك، الا زدتي فيها زيد فيها واحد شويه د الرمله باش تعاون في الشارج، اولا خليها كحله هكذاك. فراه خنشة السيمه راه كتجر اقل قليل كتجر 6 متر. راه باش زعما غتقول غتشطر، راه ما غتشطر والو. راه 6 متر راه تبارك الله شنو بغيتي. وإلا كان لا موزيك راه كيكون زوين، كيصبر الشمس، كيصبر البرد، كيصبر التكرفيس. حتى كاع الا دوز واحد المده وشفتيه توسخ، كتجيب الماكينه وكتعاود تحكو ب20 درهم للمترو، 25 درهم للمترو، سواء لمعتيه ولا ما لمعتيش. المهم كيبان الوجه ديالو، الحجر كيبدا كيبدا يلبان كيلمع صافي، هو كيولي جديد. وكاين اللي كيدير داك الزليج البلدي، كيسموه الزليج البلدي داك الاحمر. وإلا كان بالسيمه بيضاء حسن، سيمه بيضاء كيصبغوها بالاحمر، اولا سيمه كحله كيصبغوها بالاحمر. هو اللي معروف كيدار في السطوحه، حتى هذاك راه مزيان. غير هو المشكله ديالو كيدوز واحد المده وكيبدا يلصق فيه داك الخز، ديك الخضوره كتلصق فيه، فكيولي مكرفس بزاف. هذا الا ما كانش عليه الزطيم بزاف. الا كانت الرجل كتمشى فوق منه بزاف راه كيكون ديما كيلمع وديما نقي. ولكن دوك القنات ودوك الحاشيات كيلصق فيهم ديك الخضوره كيولي مكرفس شويه. فاحسن حاجه كما قلت لكم هو لا موزيك في السطح. ومن الافضل تخدموه باللون ما يكونش بيض. حاولوا تهرسوه بالاحمر اولا بالكري شويه، ولا المهم باي لون بغيتو، لان البيض في السطح كتكون في وسط الدار، ملي كتطلع كتضرب فيك داك الشعاع مع لا موزيك ما كتقدرش تشوف، كتغلبك الشمس في عينك. ملي كندوز الرجله كنضربها بالطالوش بحال هكذا، نملسها مزيان. كل ما ملستها كتكون سمكه، كتولي صحيحه مزيان. الا كان خصها شويه الماء كنرشها بشويه ديال الماء بالشيته، كنجيب الشيته وكنرشها وندوز عليها الطالوش مزيان باش تقصح مزيان. غير هو ضروري كنضاميها بالبالا بحال هكذا باش تكون مشارجيه، تكون عامره مزيان. ضروري دكها بحال هكذا بالبالا باش ما تكونش خاويه بالمره. فمن اصعب الفورمات اللي كتخدم هما هادو ديال السطح، خصها تكون متقونه لان عليها العمل. فهانتوما كتشوفوا راه ما درت لا زفت لا والو. الا جيتي تفرش هاد الزفت هنا خصك القليله واحد 10,000 درهم اولا 15,000 درهم باش تفرش هاد السطح. هذا راه فيه تقريبا 140 متر، راه ماشي سهله. ولكن الا خدمتيه متقونه راه ما غاديش يدخل الماء ان شاء الله. صافي هذا هو الميزان اللي كنمشي به في الخدمه كامله. انا راه عاونت شويه بداك القياس، كان 16 سنتيمتر في داك الراس لهيه، قسمتها على جوج، درت 8 شارجيتها بديك الشياطه، و8 ديال السنتيمتر ديال الفورمه، فما تنقصش على 8 سنتيمتر. كل ما كانت الفورمه غليظه كتكون زوينه وكتكون صحيحه وما كتشقش، وكل ما كانت رقيقه غير كيطيح فوق منها غير مسمار كتسمعها كتكلم. فها هي هاد الجهه حنا خدمناها. نتوما كتشوفوا الفورمه تبارك الله ما شاء الله. هي راه كتبان كتلمع، كتبان زوينه، عاطيه النظره، عاطيه كلشي. حنا راه غادي نخدموا لا موزيك هنايا، وغادي نخدموه بواحد الشكل زوين ان شاء الله. دابا تشوفوا الفيديوهات ديالو. دائما الفورمه كما قلت لكم، الفورمه ديال السطح ما معاهاش اللعب. تخوي السيمه على بشويه عليك وقلبها بشويه عليك وخلطها مزيان، عاد فرشها في الارض. فراه كاين شي معلمين لا حول ولا قوه الا بالله، كنشوف شي وحدين زعما كيعطيهم خاطرهم يخدموا هكذاك، راه العجب. فراه هذه اللي عليها العمل كامل، الدرك كيكون على هذه.
الا دخلت قطرة الماء راه ما يمكنلكش تحبسها بالمرة، وملي كتشوف القطرة لتحت راه ما يمكنلكش تعرفها منين جاية، لان الماء كيسرح فاش كيدخل. الا لقى شي شقة كيدخل، وإلا ما لقاش شقة تحت منو راه كيسرح حتى كيلقى واحدة أخرى وعاد كيهبط. ملي كنفرش السمك هادي هكذا كنخلطو العجنة، كنجمعوها وكنوليو نقلبوها ناشفة، وعاد كنقلبها بالماء. وكنحاول نخلط السيمة مزيان. هانتوما كتشوفو راه واخا جمعناها راه كتبان لكم السيمة راه هي في الجناب كتبان باقا مجموعة. فكاين شي وحدين كيقلبها بحال هكدا دابا كيما كنقلبوها حنا كيقلبوها بالماء، بالتالي كتكون السيمة الا تلاحت السيمة ورشيتيها بالماء كدير واحد الكرات وكتبقى يابسة ما كتستافدش منها بالمرة. فشوف كي كنخلطها انا هنايا في الاول وعاد كنولي نقلبها وعاد غنولي نردها بالماء. هانتوما كتشوفو راه السيمة كتهبط كتخلط مزيان. فكنتمنى تدعمونا في هاد القناة هادي وتشاركوا معنا في القناة وتبارطاجيو الفيديوهات. شي تعليقات يكونوا زوينين ان شاء الله. غادي تكون قناة زوينة، غادي يكونوا فيها مفاجآت، غيكونوا مسابقات زوينين في هاد القناة هادي ان شاء الله. فغي عاونونا حتى حنا غادي نعاونوكم ان شاء الله. حنا كنحاولوا نصوروا لكم اي حاجه ونجيبوا لكم شي محتوى زوين اللي يستافدوا منه كاع الناس، سواء غادي تتفرج غادي تعمر وقتك، اولا باغي تتعلم، اولا باغي تخدم عندك دار باغي تخدم، فغادي تستافد منه ان شاء الله. لهذا كنتمنوا تدعمونا بلي لايك وتشاركوا معنا في القناه، تبارطاجيو الفيديوهات. فهكذا كنمشيو بالخدمه كامله ديال الصح. دابا هاد العجنه كامله يلا غادي تضرب واحد 12 متر اولا 14 متر كاري. فهاد السطح كامل تقريبا مشاو فيه شي 10 العجنات بحال هادي. دابا غادي نقلبوها بالماء بشويه علينا. الماء كنقص منه شويه باش ما يتغلبش الخدام، باش يقلب بشويه عليه يرتاح. ملي كنشوفها طلعت ناشفه كنقول ليه وقف واحد شويه حتى نرشها مزيان، عاد كنولي نقول ليه كمل. فالفورمه خصها تكون مخلطه مزيان، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ناشفه. فإلا كانت ناشفه راه ما صالحه لوالو، الا كانت جاريه كتغلبك في الرجله وما كتعطيكش الميزان هو هذاك. هنا كاين الطول، انا غندير الخيط درت ليه جوج مسامر، واحد من هنا واحد من ليه، وغندير واحد جوج المرصات الوسط. هنا كاينه تقريبا شي 6 متر ولا 7. انا غادي ندير جوج المرصات وغادي نخرج ديك المرصه وغادي نخدم بالرجله هنايا في هاد الجهه فين خلطنا العجنه. دابا هادوك راه خدمتهم دوك المرصات على حساب الخيط، وغنحيد الخيط صافي ونكمل الخدمه ديالي. هذا فوق داك البيت الصابون غادي نلوح ليه العجنه من التحت وغنخدمو قبل ما نسد على راسي. ما يمكنليش ندير الفورمه لتحت وعاد نخلط فوق منها،
فما حد نخلط الفورما لتحت كنلوح ليه هو وكنولي نقادو عاد كنهبط نكمل الخدمة لتحت. حتى داك بيت الصابون غادي يدوز الفوق بلا موزيك. هادو الساريات اللي باقيين كنعوجوه بحال هكدا وكنخليه باش حتى الا كانوا غيزيدو شي طبقة اخرى كيوليو يحفروا على السارية وكيوقفوا الحديد ديالها ويكملوا عليه البني. كنعسو بحال هكدا. هادي هي الطريقة، ما تهرسوش. الا هرستي راه غادي تخلي المعلم اللي غيجي يخدم من بعد كتدير ليه واحد المشكل. كيخصو يحفر على السناجات باش يكروشي فيهم الحديد. فمن الاحسن عوجو غير بحال هكدا وغطيه وخليه تما. هادي راه الطابلة ديال البوجي ما بغيناش نحيدوها لان باقي غنطلعو بها السلعة، غنطلعو بها لا موزيك وغنطلعو بها السيمة البيضاء باش غادي نخلطو لا موزيك، لان راه الطروازيام هادي. انا كملت دابا الفورما، هي كتشوفها راه كامله الحمد لله دازت بخير وعلى خير. باش غادي نخدم نطراسي عليها الباكيت دابا. انا كنشطبها نحيد منها ديك الغبره لان كنا كنتمشاو فوق منها تقريبا يومين ونص حنا خدامين فيها. انا غنشطبها وغادي نرشها بالماء مزيان. ضروري ترشوها بالماء مزيان باش تطلع الفورما تنشف على خاطرها وتنشف تكون سيما تكون مزيانه. هاد البلاصه فين كاينه القرقره هنايا دابا راه كاين فيديو اللي قبل من هذا غتشوفوا كيفاش خدمت. دخلوا تفرجوا فيه كيفاش خدمت هاد البلاصه ديال القرقره. راه كتبان لكم الزفت طالع هنا لان هاد البلاصه هي اللي كيكون عليها الدرك بزاف، كيتجمع فيها الماء كامل وحداها الروبينيات. هادي راه لاكين اللي مطلعه القوات من التحت وكتكون فيها الهوتور. دخلوا تفرجوا في داك الفيديو كيفاش خدمت هادي. وكذلك السيفون ديال الحديد هو احسن سيفون نديروه في السطح. فكنتمنى يعجبكم هذا المحتوى هذا، وكنتمنى حتى نتوما تدعمونا وتساندونا وتعاونونا. والسلام عليكم ورحمة الله. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش غنطراسيو هاد لا موزيك وكيفاش غادي نخدموه باحسن طريقة وافضل طريقة. والسلام عليكم ورحمة الله.